نهدي دعاء الفرج لمولاتنا خديجة عليها السلام ببركة بصوت واحد جميعا. اللهم حجتي ابن الحسن صلى عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وحافظا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا براحة. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وآل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة. صلى الله عليك يا مولاي أيها المجتبى الحسن بن علي. صلى الله عليك يا مولاي يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبا عبد الله الحسين. صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قليل منك يكفيني يا أم المؤمنين يا خديجة وقليلك لا يقال له قليل. مختومة الأملاك أية لطمة أدمت جلال الله في عينيك. بل أي كف جرأت كف الخنايا كيما تلامس ويلها خديك. والصوت ما أشقى يا حممين نزل به على متنيك. بعد يا زهراء والليلة وفاة أمك خديجة والبايا وويلا
حتى فرى بجذوعه ضلعيك. انتهت مصائب الزهراء يا سادة. الليلة نقرأ المولاتنا خديجة عليها السلام، نقلها هاي بنتك العزيزة الوحيدة اللي وصيتي بيها، شنو بعدها؟ أولم يكفه رجس الخلايا حتى رأى سيل الدماء صبغ رجليك أولم يرى المختار طيفا ماثلا ماثلا ضم لصدره ولديك. ويا هنا الشاعر شي يقول أو هي يعني صيحي أو هي يا أم الأئمة يجبك علي لبيك هذا بالحروب صيت شايع شاتي المرحب للباب طالع. شنو حال هذا الشجاع المقدام الفارس؟ والله صاحب صايات بصك المسامع وسافة ما قدر عندك يسادافة. بعد يا زهراء والله صاحب صايات بصك المسامع حزني عليك يم حسين تابع لوين البكا والنوح نافع صار الدب قاسم حلوة الطبايع. واسع علي والله خذوه مشتف ويبايع. والأمر والمرجع لله والعاقبة للمنتظرين إمام زمانهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة عليها السلام إن الله ليباهي كرام ملائكته بك في كل يوم مرارا. اللهم ارزقنا شفاعة السيدة خديجة ورحمة لأمواتنا وأمواتكم ذكر محمد وآل محمد. أسأل الله يتقبل أعمالكم وأعمالنا يا صاحب الزمان. نسألك الدعاء. البهاء والتباهي مفردة شرعية تناولتها الروايات والأدعية والزيارات، وقد حتى أن في شهر رمضان دعاء اسمه دعاء البهاء اللي نبدأ به ليلية نقرأ هذا الدعاء. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء وكل بهائك بهي. اللهم إني
أسألك ببهائك كله. البهاء كمفردة تعتبر من أعلى المفردات في النور والظهور. نبدأ إحنا بالتصاعد. يقولون بأن الظلمة لا تزيحها ولا يزيحها إلا النور، يعني أول ما نبدي الظلام فيأتي من بعده النور، فإذا جاء النور ذهب الظلام. ثم النور هناك شيء أعلى منه، لو وجد لذهب النور، وهو ما يسمى بالضياء، الذي يذهب بالظلم النور، والذي يكسو النور هو الضياء. يقولون والضياء نفسه مع أنه الشمس ضياء، ولكن هناك شيء إذا جاء غلبه واستعلى عليه وظهر عليه. ما هو؟ قيل هو البهاء. فانظروا للبهاء، البهاء شيء عالي جدا من النور والظهور. هذه المفردة استخدمت في الروايات كثيرا جدا، أنا أستعرض بعضها لحضراتكم المحترمين المستمعين والمشاهدين. البهاء أحيانا عندنا التباهي والبهاء شيء غير مستحسن مرفوض، كما إنه من اكتسب العلم ليماري به الجهلاء ويباهي به العلماء الله عز وجل نهى عنه. واحد يتعلم له معلومة، يسمع له معلومة من المحاضرة، من التواصلات، يقرأ له فد معلومة، يضمر بنفسه إنه أنا إذا التقيت بالمعمم، بالشيخ، بالعالم، بالمثقف مالت القرية، أنا أريد أقحمه، أريد أن ماذا؟ أريد أن أباهيه. أنا أقول له كم وزن الشمس، كم عدد المفطرات، ما المفطرات اللي توجب الكفارة إذا مات الإنسان ولم يوصي بوصية، كم له من أمواله، كيف نتقاسم إرثه. نبدي شو سوي؟ أنا حفظتها، سمعتها من الله يحفظ أعلامنا ومراجعنا وشيوخنا، سمعتها، إيش أسوي؟ أروح لزوجتي حتى على مود أتباها، أنا أقول لها شنو؟ أنا أفتخر عليك. هذا عندنا مذموم، الله عز وجل ما يستحسنه، وأنت قبيح بنظر الشارع وقبيح عند رب العالمين. عندنا المباهات، الله يباهي. شنو معنى المباهات إخواني أعزائي؟ خلوا بالكم كلام اليوم على نحو الاختصار. إن شاء الله احنا الليلة والليلة الآتية نجعلها لمولاتنا خديجة. هاي خديجة عليها السلام إلى حق على الإسلام، وإلى حق على المسلمين، وإلى حق على المؤمنين، وإلها حق على الدنيا وما فيها السيدة خديجة. وأنا إن شاء الله أعرض بحضراتكم بعض المسائل المتعلقة والمرتبطة بالسيدة خديجة. شنو معنى التباهي؟ خلي بالك لما نقول يباهي، الله يباهي عز وجل. راح أعطي شبابنا ينتبهون الليلة. الله يباهي بالشاب المتعبد. إذا شاب بعد بريعان شبابه 18 20 30، إخوان 30 وتحت شباب، هذا زين. واحد شاب بهذا الشهر الكريم يقوم يضع القرآن بين يديه، يقعد بالبراني مال بيتهم بالديوانية في مكان يختلي به الشاب، تارك الموبايل، وإذا بالشاب يقرأ القرآن يصلي. الله عز وجل، نظر رواية عجيبة أنا والله تأثرت عليها، اللهم ارزقنا شباب وولد هكذا. يقول الله عز وجل يخاطب ملائكته ويقول لهم يا ملائكتي إني لأباهي بهذا الشاب ترك شهوته وتوجه إلي بالعبادة. قد عظيم يا شباب، لا تفوتكم يا شباب. مو من المستحسن هذا الشهر وإحنا بضيافة الله عز وجل وإنت ما قارئ قرآن إلى الآن. مو من المستحسن أنت اليوم ما واصل 2 3 من القرآن. شباب حتى لو قراءتك ضعيفة اقرأها، فقهاؤنا رواياتنا اقرأها بنية التعلم. أقرأ أتابع هذا الموبايل بأشياء مفيدة، تقدر أنت تنزل تطبيق القرآن، تجويد، ترتيل،
هذا تقرأ زين. إن الله ليباهي، يباهي بمن؟ يباهي ملائكته، يفتخر. الله تعالى يا ملائكة أنا افتخر بهذا الشعب، صنعته بيدي وخلقته، ترك شهوته وتوجه إلمن؟ للعبادة. هسه إن شاء الله أجيب لك مجموعة بالروايات الله يباهي بمن. زين. المباهات والتباهي بمعنى الافتخار. الإمام الحسين قال بمن تفتخرون أنتم؟ أنا افتخر بجدتي خديجة وجدي رسول الله وأمي فاطمة وأبي علي، ساعدني بعد منه، وأبي علي وعمي حمزة وعم أبي حمزة وعمي جعفر الطيار ومني المهدي. أنتم تباهوني بيش تفتخرون؟ انظري من أمهاتكم من أبهاتكم إذا تريد تفتخرون بالآباء والأمهات. أنا ما يوجد عندي جد كجدي، أكو موجود عند آدم عند موسى عند عيسى عند فضلا، أما سيف على الناس الحثالة مثل معاوية وغير معاوية. عندي جد كرسول الله، عندي أم كفاطمة، عندي أب كعلي. شنو المباهات؟ المباهات بمعنى أفتخر، المفاخرة يعني أنا أفتخر. زين. فالمباهات الله عز وجل أهل البيت نبؤون. منو اللي ينطق عن السماء؟ شباب، منو اللي يقدر هسه يسولف لنا على السماء شنو فيها؟ ما ندري. منو اللي يقدر يتحدث الآن عن بيتهم شنو بيه؟ القراية الله يحفظ الملاية وين وصلت الآن بالقراءة؟ ما ندري. منو يدري الآن بجيب صديقه اللي بصفه شكو؟ ما نعرف. منو يقدر يخاطب عن السماء؟ منو يقدر فقط ينبع عن السماء؟ عندنا مجموعة واحدة تنبع عن السماء، من هم؟ ساعدني وعلي صوتك. محمد وآل محمد. اسمعوني بمختصر الليلة، مختصر أريد أذكر، اسمعوني شوية دققوا. الله يباهي بمن؟ الله يباهي بمجاميع، يعني يفتقر بمن؟ الله عز وجل من راد يخلق الإنسان قال إني جاعل في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم. بيش أعلم؟ أول شيء أعلم بالمهدي، روايات عندنا أنه هو اللي ياخذ ثار الحسين يسفكون دم الحسين. زين. وراح أباهي بمجاميع. يا ربي بما تباهي؟ قال أباهي، راح أذكر لك مجموعة من الروايات سريعة، تعليقات قليلة أعلق عليها حتى أوصل إلى صاحبة الليلة ويوم غد. قال إن الله ليباهي ملائكته بعبد في قفر أو صحراء. أنت مو بالعمل هناك بوحدك ما حد يمك؟ أنت حج مو هناك هسه اليوم قعدت هناك ما حد يمك؟ كلش ولا واحد يمك، شو سويت؟ إذا واحد بوحده هناك أنت بوحدك ما حد يمك، مسافر بطريق، التفتت يمين التفتت الشمال ما حد يمك. يقول فقام فأذن. تشوف أنت وقت الصلاة الله أكبر تدخل الصلاة. لا يا شباب، تريد مباهات؟ تعال. الله يفتخر على الملائكة، لا يعصون الله، لا يسبقونه بالملائكة سكان سماواته. قال إن الله ليباهي بعبد في قفر أو صحراء دخل وقت الصلاة فأذن أذان فأقام ثم صلى، إذا بدأ قال الله أكبر يقول الله عز وجل يا ملائكتي انظروا. أكو واحد يمه راد يشتري له وجه، راد بها إنسان، راد بها شيخ، بس واحدة. قال فيأمر 70,000 من الملائكة يقفون خلفه فيصلون خلفه ويكتب ثوابهم إليه. نصلي على والنعمة. هسه علماء عندهم كلمة جميلة يقولون إذا بصحراء وإذا بوحدك بغرفة نفس الحكم. ذاك الليل ما حد شافه، أنت هم شنو؟ هم بالليل هذا. بعد اسمع الثاني. وإن الله عز وجل يباهي بعبد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم إن شاء الله. تفضلوا هذا المكان يا مولانا.
الله يسلمكم. السمع الثاني: وإن الله عز وجل ليباهي ملائكته بعبد سجد إليه فنعس فنام بسجوده. يعني شنو هذا؟ هاي شايف انت احيانا بعد ما عندك طاقة يصيبك نعاس شديد، بس انت تحتار، بس خلي بالك هناك يمي جزاك الله خير، تحتار بين امرين، تقول ما ادري هسه هي هاي سجدة الشكر، هاي الصلاة اصليها، هاي فرصة شهر رمضان. شوف انت الناس تسمع، والله رحنا للمستشفى قبل ليلة، بالمستشفى حوادث عجيبة غريبة. انا قبل يقولون المقبرة عظة، لا والله اقول المستشفى اكبر عظة وعبرة بالله العظيم، غرائب وعجائب على اشياء تافهه. واذا القتل مستشري الموت وين مو غرباء، كله اخوه ابوه جابوا، ما ادري جابوا فت قضيه ابوه قاتل بنته 4 سنوات على شنو ما ندري. شوف هاي فرصه شباب، صحيح انت ضاربك نعاس قوي شديد بالليل ما نايم، يقول فسجد فنام بسجودي. يقول يرفع الله عز وجل صوته الى الملائكه: يا ملائكتي يا ملائكتي يا ملائكتي اني لأباهي بعبدي. هذا الساجد هو نام، وبعد سجود انتبه لما انتبه. قال ترك راحته لعبادتي. هذا الثاني. اسمع الثالث: وإن الله عز وجل يباهي بعبد قد فر الزحف. جيش بالجهاد، هاي إخواننا بالجهاد يطلعوا، هاي بعض التصويرات نشوفها احنا، والله العظيم فد مناظر، أكلهم بصف الموتى، شرابهم، إفطارهم، صيامهم، تشوف الليل مع النهار كاظ البندقية ومنتظر ما أدري. شوف لو العدو عليه لو هو على العدو، وفد حالة عجيبة. احنا قاعدين بهالنعمة، الله يكثر أمثالكم يا طيبين إن شاء الله. ها يقول وهو ثابت لا يفر مع الزحف. فرت إن الله عز وجل يباهي الملائكة. هاي 3. بعد عندنا روايات أخرى: إن الله عز وجل يباهي بالذي يخضب بالحناء. احنا هاي اليوم نخجل منه، بس اليوم لو ما أدري والله أرجو المعذرة منكم. اليوم واحد بالبيت يقرأ رواية ما أقرأها كاملة، عجيبة غريبة والله العظيم. أول شيء تعطي بهاء الوجه، 2 ترد شبابك، 2 قوة على الحالة الزوجية، يصير عندك حالة قوية، مسألة تمكن من الزوجة. بعد 5 صفات بس بالحناء. احنا شو نسوي؟ احنا معذرة أنا أرجو ما تحملون اليوم، نصبغ لو أصباغ، لو هاي الآن الأمور الحداثية الآن الكيميائيات. شنو بالحناء؟ شو الله عز وجل ما قال اكتب له 20 50 100 حسنة، لا، شو يسوي؟ يجمع الملائكة. الله عز وجل قال إني لأباهي بالذي يخضب بالحناء. احنا هسه عندنا كثير من الروايات، مثلا تخفيف الشارب واطلاق اللحية، هاي رواياتنا ما نعمل بيها. مثل عندنا الاكتحال، هذا الاكتحال كحل، هذا بيه شنو من فوائد العين. هاي نلبس المناظر، هاي مناظرنا. ماكو يوم من شوي صابتنا حادثة ما قدرت اشوف شيء اقرا بعد بيه، مناظرنا بجيبنا نخليها. شوف انت هذا الكحل هذا، بس انت احنا مرات بعض المؤمنين يعملوا بهذا العمل، اللحظة شو نقول شنو هذا الكحل؟ ما له علاقة بشاب وكبير، هاي روايات واردة. بعد قال وإن الله ليباهي بالذي يخضب بمن بالحناء. بعد قسم ما قبل الأخير حتى نعطف على مولاة السيدة خديجة. بعد واحد شنو؟ وإن الله ليباهي هاي يدققوا لي بها الله يحفظنا وإياكم. وإن الله عز وجل يباهي بالذي يذهب أشعث أغبر لزيارة أبي عبد الله الحسين. هاي فت خصوصية، هاي شبابنا خصوصية عجيبة غريبة. إنه مرتين برواية جابر تطيب بالسعدي وتطهر بالماء. عندنا روايات تذهب لسيد الشهداء وانت متطيب ومتعطر، وعندنا روايات لا اخواني ثانية أشعث
أغبر. حتى الطعام اللي تاخذه قليل. احنا هنا شنو احيانا فنطبخ لنا طبخه جيده تاخذ وياك، ما اريد اذكر عن واحد الطعام فالامام يقول عجيب انتم ذاهبين الى امواتكم لو هذا بعبد الله الحسين عليه السلام. يكون كسرة خبز مال شلون هذه العزاء اللي اليوم عنده متوفي رحمه الله على اخي وعلى امواتكم ووالدي، يقولوا امين جميعا واموات اهل المجلس. شايف انت ابو العزاء بقينا لا فطور لا وقت السحور، لما نحس ببطوننا ما نقدر حتى الألم شنو نفسي ما تشتهي والله. شو سويت؟ يقول لا إن هاي ما قبل الأخيرة إن الله ليباهي بالذي يذهب أشعث أغبر لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. زين بعد ما هاي الأخيرة حتى انعطف على مولاتي خديجة ب10 دقائق. الأخيرة في ليلة المبيت لما بات علي عليه السلام في فراش رسول الله ساعدني صلى الله عليه وآله ليلة المبيت. الله عز وجل اختبر الملائكة قال جبرائيل ميكائيل أخيت بينكما وإن أحدكم ليسبق الآخر، لأن تدرون أنتم إذا صعق إذا صناك صاح الصوت شنو صعق من في السماوات حتى الملائكة تموت حتى عزرائيل. من بقي يا عزرائيل؟ قال بس أنا. قال اقبض روحك. قال لو أدري بالموت هيك ما اقبضت. زين آخى بين جبرائيل وميكائيل. قال لهم ولكن واحد أريد أطول من عمر الثاني، من يهب عمره لأخيه؟ أنتم مساوين. يقول فبقيا متحيران كل منهما لا يستطيع أن يقدم لأخيه. قال انظروا لهذا البائت في فراش أخيه. يقول الرواية أنا قرأتها يقول جبرائيل نزل وهو ينادي يا علي إن الله ليباهي بك الملائكة أحرسا. يقول فجبرائيل عند قدميه وميكائيل عند رأسه حرسا إلى أن انتهت وظيفته. ولكن عندنا من الله باها بها مو الملائكة. اسمعوا الرواية أرجوكم، أنا ما عندي وقت بس هالكلمتين. الرواية إن النبي صلى الله عليه وآله قال لخديجة إن الله ليباهي بك كرام ملائكته. مو ملائكته يا أمه، هاي أم فاطمة، هاي أم فاطمة. زين يباهي قالت الرواية العجيب هذا بالرواية العجيب أنا استذوقتها واستهويتها وعشقت هذه الرواية. ليش؟ اسمع بيها. إن الله ليباهي بك كرام ملائكته في كل يوم مرارا. في كل اليوم يباهي لو ما يباهي، ومو مرة ومو مرتين، مرارا يعني أكثر من 3 وفوق. هم ما ندري مرارا نكرة وهاي شلون تأتي، يعني مو مرة ومرتين. زين الله عز وجل ليش باها بيه؟ أنا بحضرتكم أعرض 3 مسائل بس فقط وأروح لأبيات النعي. الأمر الأول خديجة عليه السلام مو فقط أم المؤمنين. تدرون أنتم الله جعل نساء النبي شنو؟ أمهات لمن؟ ولكن مو كلهن. منهن في سورة التحريم منهن من صغت غلوبها، مو صحيح؟ واحنا عندنا بأن السيدة خديجة عليها السلام أفضل زوجة لرسول الله، اللي تأتي بعدها من أم سلمة. أول شيء السيدة خديجة من الأمور المذكورة اللي ما تقف أمام الدليل والبحث، متزوجة وعندها بنات. ما عندها إخواني لا متزوجة ولا عندها بنات. هذا بالدليل ثبت إن رقية ذني بنات اختها ظلت عندها النبي، حتى بالروايات يسميها بنتي رقية مثلا. هذه 2 اسمع أرجوك من تقرأ بكتب التاريخ بالجاهلية، أجمل امرأة من هي؟ ساعدني خديجة. أعقل امرأة من هي؟ خديجة عليه السلام. أشرف امرأة أطهر امرأة من هي؟
هاي احتاج لذني انا بعد. واغنى امرأة خديجة. يا اخي شوف من وفرة عقلها سوت بيوم تزوجت. مو النبي خطبها، هي خطبت النبي، هي ودت قالت انا شوف اللي هيك يفكر، انا اشتري المؤمن، انا اشتري العاقل، مو العاقل اخليه هو يجي يخلي ايده علي، انا اروح للعاقل. انت اختار لك الصديق. انا والله البارحه دعوت لجميع من واساني ووقف معي وجميع المؤمنين. شنو البارحه؟ انا البارحه عندي اخ شقيق فقدت رحمه الله عليه وامواتكم، والله العظيم تجي الفيديوهات هسه الان في موبايلي، بصحني الامام الرضا زيارتين للامام الرضا زياره عن اخي في ليله الوحده مالتي، في ابي عبد الله الحسين زياره، في بغداد زياره. الاخوه هاي منين؟ من اصدقاء. لو ما الناس انا لو هسه ليش فرحان ومعتز؟ مو انا يفقد انساني حزين يصير، انا فرحان ليش؟ امامي تجشموا العناء وتصدعوا وهم صيام يقطعون 120 كيلو بس وصول الي. شنو معنى هذا؟ هذا الانسان العاقل هو يبحث عن الناس الطيبه. شوف انت، هذا اللي يقول لي شيخنا الليله قريت ختمه جزء قران، هذا اللي يقول لي انا زرت، هذا اللي يقول لي انا ثواب مجلسي البارحه قاموا ولطم عزاء للسيده خديجه، قالوا هذا الثواب اللي اخيك. هاي النعمه شنو يا عزيزي؟ هاي شوف انت خلي ايدك وين يا الشباب، خلي صديقك منو، خلي صديقك اللي ذكرك بحياتك وشنو ومماتك. زين شوف سيدة خديجة ما خطبها النبي، اسمع شوية، أنا هاي بكتني والله العظيم أحزنتني. يقول هي خطبة النبي ومن إجا خطبها يزوجها، قالت له امضي لبيتك. ومنين النبي بيت من؟ بيت السيدة خديجة. يقول بيت السيدة خديجة قصر. هسه اقول لك على اموالها، قصر بيتها. هو بالمؤمنين في اول الدعوه قالت له امضي لبيتك وانا جاريتك يا رسول الله. اشرف، اطهر، اعقل، اعلم، شوف ملكه، والله ملكه الملوك. قالت له امضي لي. هذا ترى شوف انت متزوجتني، هذا بيت وصار، وهذا الجاريه منه. ترى هاي مو كلمه اخوان. ولهذا يقولون لما الله عز وجل امر النبي بالانفاق قال لها قال خديجه عليه السلام، قال لها خديجه، قالت له فدتك خديجه، قالت له قال لها بدي اقول لك فشي، الله امرني بالانفاق وانت عندك اموال هواي زين، فانا اذا انفقت الاموال لا ابقي منها شيئا، واذا ما انفقت اخاف الله. شنو كان جوابها؟ أنا هاي والله العظيم ألمت قلبي عصرته. اللي سوت إحنا مجرد ما يسمعون الورق ارتفاع، دخل شهر رمضان، تيجي يا بيش هذا الليمون؟ قلنا قبل يوم، قالت 2.5، قلت له ليش مو قبل يوم من 3 أرباع؟ واحد من المؤمنين قاعد قال لي شيخنا اشتريتها ب 3000. ليش هذا شهر الإسلام، شهر القرب هذا؟ شوف سوى، خلوا بالك يا عزيزي، سوى. أنا ما ألوم المحلات، لا المحلات هي تشتري غالية، أنا أسولف على المصدر إخوانا أعزاء. سوت خديجة؟ قالت له تأذن لي يا رسول الله؟ قالها لك الإذن. يقول فنادت على قريش، في الرواية يقول ودخل أبو بكر معه. دخلت قريش، شو أنتم هاي قعدتكم المؤمنين أنتم؟ يقول فأبو بكر يقول نثرة الأموال لم أرى أموالا بهذا الحجم. عمالها نثروا يقول نثرة الأموال امتلى المكان امتلى. يقول تعجبوا شنو فيها خديجة؟ يقول قالت تشهدون؟ قالوا نشهد. قالت يا رسول الله هذه الأموال أموالك إن نفقتها ولم تبقي شيئا فلا شيء عليه. شنو الله من يريد يباهي عرب بيش يباهي، الله من يريد يفتخر يا جماعة. أنا رواية بعد وقت ما عندي، والأخوة هم يقولوا لي أكو هناك يعني ينتظروني يعزوني وأنا خادمهم، وإلا وأنا عندي أهم شيء مولاتي خديجة. هالكلمة أقولها لما خرج النبي يصدع بما يؤمر، لعنة الله على المشرك الكافر، يقول شج ما بين عيني رسول الله فصب الدم. النبي وين؟ نزل إلى الجبال، من نزل للجبال
والدم يسيل من النبي والنبي يرده. وصل الخبر الخديجة عليها السلام وعلي بن أبي طالب، خذوا طعام. علي صعد فوق، تدرون شايفين جبال مكة أنتم، صعد فوق وخديجة وين؟ تبكي وتبحث عن، سبحان الرواية هنا أثرت بي، يقول تبحث عن رسول الله وتبكي وتنادي. علي نادي رسول الله صدم، يقول لا، نزل جبرائيل لرسول الله، أجب ها يا رسول الله. ما تحمل، إنها بكت لبكائها الملائكة، امرأة تبكي. بعد وقل لها إن الله يبلغك السلام، الله عز وجل، ولك في الجنة بيت من قصب. القصب يعني شنو؟ من أعمدة العرش، من ياقوت والدر. بعد لا صخب ولا عناء ولا صخب، يعني هذا البيت بيتك اللي آويت به المؤمنين، اللي ملكتين رسول الله، هذا حلال عليك. سوت رجعت برسول الله، اسمع المصيبة، رجعت بي إلى البيت، يقول خلته وين؟ خلته بمكان، خلته اكو حجارة بالبيت هيك صايرة، دخلت راس رسول الله جو الحجارة، ومنها حايط صاير من جهتين، وصارت هي قاعدة قباله. اللي جت الحجارة من فوق وين تطيح؟ فوق الصخرة. واللي جت على اليمين سد الحائط الأول، واللي جت على الشمال سد. يقول وإذا جاءت الحجارة من الأمام صدها وجه خديجة. يقول كانت تصد بحجارة التي تقصد رسول الله، إلى أن ألمها وكثر الحجر. صاحت خديجة أما تستحون تضرب الحر في بيتها، ما تخجلون، أي مرأة ببيتها تضربونها. وساعة وفاتها إن شاء الله ليلة غد أكمل لك حديث خديجة، بس خل أروح لك ما دام صبت دمعتك. يقول خديجة عليها السلام قاعدة أم أيمن، وساعة وفاة خديجة يقول وإذا بخديجة تبكي. قالت لها أتخشين الموت؟ قالت لا والله ما خشيت الموت، أنا أرجوكم تحملوني، خاف عندك بنية، خاف عندك بنية عزيز أبويا. يقول ايش سوت خديجة؟ مدت ايدها بجيبها، ايش سوت؟ يقول أخرجت شيء، أخرجت هكذا شيء، يقول شنو؟ قلادة وقرط. قالت لها أم أيمن شنو هاي؟ قالت لها تمنيت تكبر فاطمة وأخلي القرط بإذنيها. ليش بكيت؟ ليش تدري بالقرط راح يروح بالضربة؟ أسألك عليه، لو تدري أنت بالقلادة راح تصير جوا الباب. يقول قالت أتمنى خذتها أم أيمن ووضعتها. يقول وين وضعتها يا جماعة؟ وضعتها على أذن فاطمة. بس أسألكم القرط بقى، أسألكم بالقلادة بقت على صدر فاطمة، لو البسمار قطع القلادة. يا شيعة لما ماتت خديجة عليها السلام سوى؟ قام رسول الله حزينا باكيا. تقول فاطمة أرى أبي هذا الجثة الكبيرة صاحب الصبر العظيم ما استطاع أن يقوم من مكان، خذاها دفنها ثم رجع إلى البيت كالخيال. لما رأته فاطمة صاحت أبتاه أين أمي أين أمي اللي يدفن بيد روحه يا دوال ينفع جروحه. لا يا خديجة خنقة الحسبات ريجة الهادي من ودع خديجة والصح الهادي من ودع خديجة. تقول له فاطمة من القبور رديت
يسحل بالدميع بويا مدري مكسور الظهر مدري الضلع الفرقة عرفنا واحساسك شنيع يعينك الله بهالنتيجة ويا الهادي من ودع الهادي من ودع خديجة. اسمع فاطمة شو تقول له؟ تقول له وطن عمرك شنهي وياها دفنيت دوا دوا من القاع بقدامك تعيت بويا امي ماتت بويا امي ماتت بويا لو انت المتيت بين جروحك غميجة الهادي من ودع. اسمع هذا البيت شوية الله يحفظ ابو صادق شاعرنا مستاذنا. البيت هذا قصة بي ابو صادق خد سمعها انا يا اسمعها ابويا. امي ماتت بويا لو انت المتيت بويا اشوف وجهك متغير بويا كل شي زعلان بيك بويا من الميتة امي لو انت تقول له بويا 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 يا رسول الله امي ماتت بويا لو انت المتيت بين جروحك غميج. اسمع وان لو حسرات بانفاسك تفوق بعد الحزن قطع مهجتك طول او عروض بالسما ناصب عزلوا بالعروض اخلاف امي الدنيا ضيجة امي يا امي خديجة. اسمع هذا بيك احس مخنوق وبحازة هوى احزام ظهرك والكفل راحوا سوا. الله يعظم اجرك يا رسول الله. قبل يومين ابو طالب وهسه خديجه حزام ظهرك والكفل راحوا سوا انسى عين الطائره لحالك دوا القلب شق عليك زيجه امي يا امي خديجه. باطيل عليك. اسمع هذا خلصي حانا وياك بويا حياة كانت بويا إلك أم وبوي والله ألم يجدك يتيما فعلا حياة كانت بويا إلك أم وبوي أبظلها كنا ثنيا ننحس بالدفوع راح ويا الوالدة كل شي حلو صدري سحرت يا حريج يا يمه خديجة بيت الدعاء سمعها انت طاها وهيك اشوفك من كسر يلي من حالك يشد حال الصبر. اسمع اشحال روحي انا ابويا بهالعمر المال مظلم طريقه يا يمه خديجه اقول لها عبد الله الحسين انتم الزاد انتم ملح المصيبه. ماتت خديجه عليها السلام ولم تجد كفن وطلبت من رسول الله قالت له شلون انا بلا كفن ودت فاطمه يقول الله ودالها كفن من الجنه والنبي غطاها ببرده والملائكه ودفنوه. بس اسالكم يلا غياره خلينا نصرخ ببيت الدعاء اقول خديجه حصلت الاكفان اسالكم على خيل
شلون نايم أخي شلون نوم وحر الشمس غير رسوم. إلهي بمولاتي خديجة عجل فرج إمام زماننا يا الله. اللهم ارجعنا من أنصاري وأوانه ومن أوصاني بالدعاء. إلهي أصحاب المجلس الحاضرين بأهليهم وذويهم يا الله ادفع عنهم كل سوء وبلاء. احفظنا من كيد الفجار وشر الأشرار. إلى روح والدي وأخي فقيدي وإلى أمواتكم جميعا وأموات المؤسسين وأموات الحاضرين والشهداء والعلماء